أجرى الرئيس أحمد الشرع مراجعة لتاريخ طويل من نتائج الحركات الإسلامية، ولم يخلص إلى نتائج بأن ما قامت به هذه الحركات الإسلامية أدى غرضه أو أدى إلى نتائج إيجابية، وخرج بخلاصات وهو يعتمد هذه الخلاصات. يعني أمس مثلا مستشاره الذي كان بالمناسبة مستشار أسامة بن لادن، أحمد موفق زيدان، الذي هو كمان أحد إعلاميي قناة الجزيرة وعاش في باكستان وإلى ما هنالك، أعلن أمس أو كتب مقالا أو في محاضرة تحدث عن حل تنظيم الإخوان المسلمين. يتولد لديك شعور بالحديث مع الرئيس أحمد الشرع بأنه لا يريد أن يكون امتداد لأي حركة جهادية، ولا يريد أن يكون امتداد لأي تنظيم إسلامي في الحكم، في عقلية الحكم. المرجعية التي يتحدث عنها طوال الوقت هي المرجعية الاقتصادية، مرجعية التكامل الاقتصادي. تحدث عن هذا الأمر في العلاقة مع لبنان، تحدث عن هذا الأمر في العلاقة مع العراق، في العلاقة مع الدول الغربية، ربط الموانئ السورية بأوروبا وشركات فرنسية، ربط موانئ أخرى بجبل علي في الإمارات العربية المتحدة. يعني يمتلك وعيا اقتصاديا دعيني أقول مفاجئ لبعض الحاضرين. كان الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. قبل أيام كان أحمدهم وأحمقنا ترند. طبعا الزلمة على طول ترند ما شاء الله عليه. أحمدهم أطلق تصريح تداولته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مفاده أنه يقدم هويته العقائدية ويصدر نفسه على أنه ليس امتداد للإسلام السياسي ولا جماعة الأخوان المسلمين ولا السلفية الجهادية وكذا ومن هالكلام. وكان هذا التصريح عقب اجتماعه بمجموعة من الصحفيين اللبنانية والعرب اللي على أساس أنه عم ينتقدوا الإسلام السياسي ولهم موقف من ناقد من الجولاني، من ضمنهم نظيم قتيش الصحفي اللبناني الساخر ومدير عام سكاي نيوز العربية. هلا أنا ما بعرف شو هالسر، يعني في إنه الصحفيين اللبنانيين صحيح مجتهدين وفيهم قامات كبيرة، يعني مثل الراحل غسان تويني، الأستاذ غسان شربل، الغسانين يعني، حازم الأمين، حازم صاغية، الحازمين. في أسماء مهمة وازنة وقوية ولها تجربتها الصحفية والمهنية العالية. لكن يعني شيء غريب أنه مثلا مؤسسة المشهد أو منصة المشهد يكون طوني خليفة هو المدير، سكاي نيوز عربية نديم قطيش هو المدير، قناة شمس الكردية الناطقة بالعربية في كردستان العراق إلينا كوزي هو المدير. يعني شيء غريب، وكأنه العالم العربي الطاقة الإعلامية والقدرة الإعلامية محصورة، هكذا يبدو لي، فقط في الصحفيين اللبنانيين. المهم هذا مش موضوعنا، هيك من كملحوظة صغيرة يعني سجلتها. يعني تصريح أحمدهم عن أنه ليس امتدادا للإسلام السياسي، لا سلفية لا أخوان لا ما بعرف شو، وكلنا أو أغلبنا علق لهذا التصريح وشكك وانتقد، يعني في هذا التصريح انتقد بشدة ومن ضمنهم أنا يعني. لكن اللي اتضح إنه الموضوع مش هيك. الموضوع إنه
أحمدهم لم يقل هذا الكلام بحرفيته بالنص، لم يقل. لا أنا يعني ما شفنا الفيديو الذي يقول في هذا الكلام بالحرف والنص، لكن وكما رأيتم في نص الخبر منشور في سكاي نيوز عربية بتاريخ 25 أغسطس 2025. الكلام منقول على لسان نديم قطيش. الانطباع اللي خلص به نديم قطيش انه بعد خروجه من جلسة الحوار مع احمدهم انه طلع بهذا الانطباع، وهذا الانطباع يعني قد يكون انطباعا خاطئا. جرى تسويقه واطلاقه على انه كلام مصرح به على لسان احمد الشرع. الموضوع مش هيك، بدليل يعني انا راح اقرا لكم نص الخبر وانا وثقته وشفت الفيديو في مستهل هذا الحديث. قال مدير عام سكاي نيوز عربية نديم قطيش إن لقاء الوفد الإعلامي العربي مع الرئيس السوري أحمد الشرع كشف عن مواقف لافتة تحمل دلالات سياسية واقتصادية جديدة، أبرزها أنه لا يريد أنه لا يريد أن يكون امتدادا لأي تنظيم إسلامي، بل يتخذ من الاقتصاد مرجعية له. دلالات الاجتماع أنه لا يريد. وأشار قطيش إلى أن الرئيس الشرع قدم خلال حديثه مراجعة لتجربة إدلب، موضحا أنه أجرى مراجعة لتاريخ طويل من نتائج الحركات الإسلامية، ولم يختزل تقييمه بالقول، إنما قامت به تلك الحركات قد أدى غرضه أو أفرز نتائج إيجابية، بل خرج بخلاصات يعتمد عليها في رؤيته الحالية على حد قوله. يعني حتى هل يعني الاستهلال يعني كمان ليس بيت القصيد، لنأتي لتتمة التقرير الأخباري. وضرب قطيش مثالا بما أعلنه مؤخرا المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد موفق زيدان، مستشار شرع، الذي كان بالمناسبة مستشارا سابقا لأسامة بن لادن وأحد إعلامي قناة الجزيرة الذين عاشوا في باكستان، حيث كتب مقالا يستند نديم قطيش في انطباعه هذا إلى مقال أحمد موفق زيدان اللي ما له علاقة بهل قال أحمد الشرع أنه ليس امتدادا أم لا. لا، أحمد موفق زيدان كتب مقال وطالب أن تحل جماعة الإخوان المسلمين نفسها. فهذا المقال بيعطيه مبرر لحتى يعطينا توليفة أو انطباع عن أحمد الشرع أنه لا يريد أن يكون كذا وكذا وكذا. شوفوا يعني أحد الأسانيد التي يبرزها نديم قطيش لكي يعزز ويوثق انطباعه وما خرج به من اجتماعه مع أحمد الشرع ومقال أحمد موفق زيدان مهنيا وصحفيا. يعني هذا تحليل يعني مهم. واعتبر زيدان أن مثل هذه الخطوة، زيدان طلب في مقاله بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبر زيدان أن مثل هذه الخطوة ليست تصفية حسابات بل خيار استراتيجي يصب في مصلحة الدولة السورية الوليدة التي
تسعى للانطلاق بعيدا عن الهياكل التي شكلت تهديدا لوحدة البلاد واستقرارها. إذن هذا كان نص مقال أحمد موفق زيدان ونقده لجماعة الإخوان المسلمين ومطالبته هذه الجماعة بأن تحل نفسها. يستند نديم قطيش على هذا المقال لكي يعطينا الآن الزبدة، الانطباع، يعطينا انطباعه الذي خرج به من اجتماعه مع الشرع. وبين قطيش أن الانطباع المتولد من الحوار مع الرئيس الشرع هو أنه الانطباع حاطينه بين مزدوجين أو ضفرين، هذا انطباع قطيش وليس كلام الشرع بالنص والحرف. وبين قطيش أن الانطباع المتولد من الحوار مع الرئيس الشرع هو، والمقتبس يعني كلام أحمد قطيش، لا يريد، هو أحمدهم لا يريد أن يكون امتدادا لأي حركة جهادية ولا امتدادا لأي تنظيم إسلامي في عقلية الحكم. وطبعا هذا يعني حتى ولو قاله أحمد الشرع يعني كذاب بنص عينه، دجال بنص عينه. يصدقوا نديم قطيش ما يصدقوا هذا موضوع تاني، بس يعني ما يحدث في تشكيلة الحكومة الانتقالية والحوار الوطني والإعلان الدستوري وتحضيرات تحضيرات الانتخابات تظهر أحمدهم دجالا وكذابا كبيرا. بس نديم قطيش لأنه بده يسوق، يعني لأنه هكذا يبدو أنه المزاج السياسي الخليجي حاليا في هذا الاتجاه، أنه يمنح فرصة لأحمد الشرع وهو ضمن هالمنظومة الإعلامية بده يسوق. بس خلي يعني في المرات القادمة نديم قطيش أو من يوازيه في العربية أو في الجزيرة أو في أي قناة تلفزيونية، إذا بدهم يسوقوا لأحمد الشرع يكونوا شوي أكثر مهنية وأكثر توازن وأكثر إقناع في هالإطار مهم، وليس امتدادا للربيع العربي. نكمل. وليس امتدادا للربيع العربي. والكلام لنديم قطيش وانطباعه عن الحوار الذي دار بين أحمد الشرع والإعلاميين العرب، مشددا، يعني هي مشددا على من تعود على يعني أحمد قطيش ولا نديم الشرع. بدنا نعرف، بدنا نفك الالتباس الحاصل. إذا أحمد قطيش هيك حاكي أهلا وسهلا، إذا نديم الشرع هيك حاكي لا، هذا موضوع ثاني ينبغي الفصل. يعني طبعا أنا متعمدا عم أقول هيك، عم أخلط ما بين الأسماء لأنه الخبر ما بيوضح أنه مشددا، يعني لأنه خلاصة هالموضوع كله هو انطباع يعني عن جلسة مع أحمد الشرع، انطباع نديم قطيش عن جلسة حواره ومجالسته لأحمد الشرع، مشددا هي على من تعود على نديم قطيش ولا على أحمد الشرع. مشددا على أن المرجعية التي يكررها، يبدو أنه مشددا تعود على قطيش، على أن المرجعية التي يكررها الشرع هي المرجعية الاقتصادية وخاصة مرجعية التكامل الاقتصادي، إلى نهاية هذا الخبر. المهم هلا لا شك أنه
إنه أحمدهم وأحمقنا يمتلك قدر من الذكاء يعني، والمستشارين تبعه الإعلاميين لما وخاصة موفق زيدان وغيره، لما أحمد الشرع يجالس إعلاميين من الخليج بيعرف على شو يركز على الجانب الاقتصادي، ويبعد نفسه عن الأمور اللي بتخوف أو تخلق حساسيات سياسية وعقائدية مع الإمارات أو مع السعودية على وجه التخصيص، الإخوان والسلفية. ومعهم حق يعني، أهل الإمارات وأهل السعودية يتحسسوا ويتكهربوا من هاي المرجعية الإرهابية النتنة، معاهم كل الحق يعني في الإطار. لكن مسألة التسويق لأحمد الشرع بهذه السطحية كمان تنطوي على خطورة ومجازفة، مش بس بمصير سوريا بل بمصير المنطقة ككل يعني. فأردوغان أيضا عندما انشق عن نجم الدين أربكان قدم خطاب يشبه هذا الخطاب، ويعني ينتقد أداء الإسلام السياسي في تركيا، وينتقد طبعا أب الإسلام السياسي في تركيا هو نجم الدين أربكان، يعني الإخواني الكبير ومؤسس حركة الإخوان المسلمين في تركيا هو نجم الدين أربكان يعني. فرجب طيب أردوغان ب2002 لما شكل الحزب واستلم السلطة كان خطابه يقوم على نقد المرجعية والخندق الأيديولوجي الذي أتى منه أردوغان، وكان يعني يبدو أنه موضوع تقية يعني، على العكس تماما يعني تركيا على زمن حكومة نجم الدين أربكان كانت أكثر ديمقراطية وأكثر علمانية من زمن رجب طيب أردوغان. إذن هنالك خطورة يعني، خطورة شديدة في عملية التسويق والنمذجة وتصدير صورة مضللة عن أحمدهم. طبعا أحمدهم بالنسبة لهم، أحمدهم بالنسبة لي هو أحمقنا يعني، لأنه على مين جاي عم يكذب يعني؟ وممكن أن ممكن أن يكذب على نديم قتيش ونديم قتيش يصدقه، لكن مش معقول يكذب علي هيك بكلام وجلسة حوارية. الموضوع بده سند، هذا السند البرهان الدليل الساطع الدامغ وآلية وأداء الحكومة الانتقالية فيما يتعلق بالتعامل مع مكونات الشعب السوري، فيما يتعلق بنظام لا مركزي، فيما يتعلق بدستور وطني حقيقي يعترف بالمكونات ويصون حقوقها، وتأسيس دولة مثل ما دولة الإمارات هي عبارة عن شراكة، عن دولة فيدرالية بين مجموعة من الأسر والقوى الاقتصادية والقوى الثقافية والعشائر والعوائل ضمن دولة الإمارات. وحتى الآن الإمارات نموذج ناجح. إذا بده يساوي سوريا مثل الإمارات دستورا وتوزيعا للسلطة والثروة أهلا وسهلا. طبعا الإمارات ما فيها الكرد والسريان والأرمان والتركمان والقصص هي، لكن يعني نموذج يشبه نموذج الإمارات في السلطة والحوكمة والإدارة، لكن يراعي خصوصيات التنوع القومي والديني والإثني والثقافي في سوريا. هل
أحمدهم أو أحمدكم قادر على إعطاء هكذا نموذج، أهلا وسهلا. لكن في حال أنه ضحك على اللحى وأكاذيب ودجل وتقية ومن هالقصص هاي، لا، أحمقكم سيبقى على هذا النحو. بالمحصلة يعني هو ليس امتدادا للربيع العربي. هذا يعني الحكومة السورية لم تعلق على هكذا تصريحات، أنه الرجل ذكر، لا هو إخوان، لا هو سلفي، لا هو مش إخوان، فهمنا لأنه هو جاي من الخنادق السلفية الجهادية. لا هو بعثي، كذاب ابن الصعينة، أبوه كان بعثي. لا هو سلفي جهادي، كذاب ابن صعينة كان سلفي جهادي ويقاتل مع السلفيين الجهاديين، مع أبو مصعب الزرقاوي، مع البغدادي، مع داعش، مع النصرة، مع يعني قيادي سلفي جهادي. كذاب ابن صعينة كمان أحمقكم أو أحمدهم. شو كمان بقى؟ لا هو امتداد للربيع العربي. هون صفى هدلون الدجالين والمنافقين اللي بيحكوا الثورة وحررنا، ومن يحرر يغرر، ومن هالكلاوات والتفاهات. زعيمكم يقول أنه ما له علاقة بالربيع العربي، اللي إذا كانت سوريا تفصيل وجزء ما جرى من 2011 حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، إذا كان ذلك جزءا وتفصيلا مهما من الربيع العربي وحركات الاحتجاج التي شهدتها البلدان العربية من تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى سوريا، إذا كنتم تعتبرون بالفعل الثورة السورية ثورة الحرية والكرامة جزء من هذا التفصيل، ها هو أحمدكم يقر ويقول طبقا لما نقله عنه نديم اقتش، وهو لم ينكر ذلك، لم ينكر يعني سكت، أطربه هذا النقل وهالانطباع اللي سرب وسوق وأشيع عنه أنه لا سلفية، لا أخوان، لا ربيع عربي، لا. طبعا معروف يعني حساسية الإمارات والسعودية من حركة الربيع العربي. المبسوط بهذه الحركة كانت قطر. فهذا الكلام موجه، يعني كان موجه أو مصدر على لسان أو على وفق انطباع نديم قطيش، ومصدر للرأي العام في منطقة الخليج عموما باستثناء قطر، باستثناء قطر. طيب الآن أحمقكم يقول أنه ليس جزءا من الربيع العربي. طيب على شو عم تسندوا أحمد الشرع والجولاني وجبهة النصرة للثورة السورية؟ الثورة السورية ثورة الحرية والكرامة كانت جزء من الربيع العربي، والرجل يقول هو ليس امتدادا للربيع العربي، وكلامه مضبوط، هو امتداد لداعش، هو امتداد للقاعدة، وليس امتدادا للربيع العربي، بدليل كل خطابات الوزارة وكل التفاصيل هي لا يوجد يعني كلمة الإعلان الدستوري تبعه بتعصروه وبتنشروه وبتنشفوه وبتغسلوه ما بتطلع منه كلمة ديمقراطية. هو تصريحات أحمد الشرع التي في المؤتمرات والملتقيات وكذا. شفتوا شي مرة حكى أنه بدنا نعمل نظام ديمقراطي، بدنا نعمل قهوة ديمقراطية، بدنا نعمل شو كمان، يعني بدنا نعمل شيء، تركيب، جملة، تصريح ورد فيه كلمة الديمقراطية على لسان أحمدكم. ما في، لا يوجد.
من الذي لا يتفوه بكلمة الديمقراطية؟ السلفي الجهادي. من الذي يعتبر الديمقراطية بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار؟ السلفي الجهادي. مشان يعني نثق بأن أحمدكم ليس جزءا من الأخوان بيحكوا عن الديمقراطية والدولة المدنية على فكرة، بيقولوا تقية كذب دجل، بيقولوا، بس السلفيين ما بيقولوا. السلفيين الجهاديين، السلفيين العاديين ممكن يحكوا ديمقراطية وكذا يعني وعيه سلفي بس سلوكه مش سلفي جهادي. هذا وارد. كثر من السوريين أو في مصر أو في بلدان عربية هو سلفي، لكنه ليس جهاديا، ليس قطبيا، ليس يعني المودودي والقصص التفاصيل نشأة الجماعة الإسلامية والحركات الجهادية وفق يعني فهم السلفية الجهادية. الكثر هم سلفيون لكنهم ليسوا جهاديين ومتطرفين وتكفيريين. هذا وارد. لكن أحمدكم لم يتفوه حتى الآن من إدلب لغاية دمشق، ما حكى ولا مرة، يعني حتى ولو زلت لسان كلمة الديمقراطية ما آله. فعلى شو يعني؟ على ماذا تبنون أنه أحمدكم وتطلع لي هاي التيك توك البنت اللي شو كان اسمها، ما بعرف شو اسمها، السخيفة التافهة، بتصور حالها ومع الآهات ومع مع الحركات التافهة والوسخة هي، على أساس أنه يطربها ظهرها إلى أحمد الشرع ووجهها إلى الكاميرا ومتابعيها، وتعمل الحركات السخيفة التافهة. واللي أتفه منها هي البنت الثانية المبصقة اللي تطلع على المتابعين تبعها، شو بكون، شو ساير، وبعدين تلقي التحية على المتابعين، بتبزق في وشهم وبتروح، على أساس كان يعني بدها تشتغل بالإعلام وكانت في التلفزيون، وراح تشوفوها مش بس على السوشيال ميديا، لا، على في الإعلام السوري كمان. شو صار بمشروع هاي السخيفة التافهة كمان؟ ما بعرف اسمها، والله ما بعرف اسمها. هاي كمان ما حدا من الأمويين الجدد دعم التيك توكر المحجبة غير هاي البنت السافرة اللي عقلها محجب وبتحكي بالثورة وما بعرف شو. هاي زعيمك أحمدك بيقولوا لا جزء من الربيع العربي كمان. بطلوا تحكوا عن الثورة والثورة السورية وتنسبون أحمد الشرع إلى الثورة السورية، طالما هو بعظمة لسانه أمام أحمد قطيش وطبقا لانطباع وتصريح أحمد قطيش الرجل قال. لا أعلم، ربما لاحقا يطلع أحمد الشرع ويكذب نديم قطيش ويقول أنا ما حكيت، لا أنا جزء من الثورة. شلون ما جزء من الثورة من الربيع العربي؟ وأحمد الشرع على طول بيحكي ثورة وثورة والسورية ومن الكلام هاي. ما سبق وسمعنا أنه هو ينفي علاقته مع الربيع العربي. هذا الكلام سمعناه فقط من تصريح أو من انطباع أحمد قطيش عن تصريح نديم قطيش، وهذا خلط متعمد يعني في الأسماء. مهم يبدو لي أنه أحمدهم مستمر في الدجل وفي الكذب، ويبدو لي أنه الإعلام العربي في جزء كبير منه بمساحة واسعة مستمر لتصدير
ونمذجة أحمق الشرع أو أحمد القرع على أنه عقلاني وبراغماتي وزعيم وبيفهم، وطلق الماضي تبعه ب3 طلقات لا رجعة عنها يعني. وهذا يعني تسويق الإعلام العربي لأحمد الشرع كذب ودجل وانحدار مهني. وتصريحات أحمد الشرع في هذا الإطار، في الإطار الوطني وما يتعلق بالديمقراطية وما يتعلق بالإسلام السياسي ونفي أي علاقة له بالإخوان وبالسلفية وبالربيع العربي، وأيضا دجل وكذب وضحك على اللحى. وهنالك من يصدق يعني مش مشكلة. طبعا واحد مثل موسى العمر أطلق 3 شركات لها بالعمارة والإنشاء والإعلام ويرقص بمنديلين، ومستفيد بده يرقص، بده يرقص وبده يسوق وبده يزمر كل هالزبالة هادي العبد الله وجميل الحسن ومن يعني من هالشكيلات طبيعي راح يسوقوا ويدعموا. وفي بعض البسطاء يعني بيقولوا انه والله دعما للدولة ونحن مع المرحلة الانتقالية. إيه حبيبي انت مع المرحلة الانتقالية، بس هاي المرحلة الانتقالية من من مقام سيء إلى مقام أسوأ وأكثر انحدارا يعني. فما بعرف إيمتى يعني ستستيقظون يعني على صدمة كبرى تؤكد لكم وهم أنتم فاعلون يعني وساعون نحو، على أساس أنه رد النقد أو تخفيف النقد لحكومة أحمد الشرع هي مساهمة في دفع العملية الانتقالية من سوريا متخبطة إلى سوريا مستقرة. في تقديري لا، هذا تورط ثقافي وإعلامي في الدفع بسوريا من مرحلة متخبطة إلى مرحلة أكثر سوءا وتخبطا. أكتفي بذلك. دمتم بألف خير.